السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه يا رب يا جماعة؟ انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة اقول لكم النهاردة على وصفة حلوة قوي. لو انت عايزة بإذن الله كتاكيتك من اول يوم لحد ما يكبروا معاكي ما يجيلهمش بإذن الله برد ابدا، ولا يتعبوا منك، ولا يجيلهم كساح، ولا يجيلهم اي مرض من امراض الصيف ان شاء الله رب العالمين. اتمنى قبل ما اقول الفيديو بتاعي النهارده اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. اتمنى دعم حساب القناه عشان يستمر معاكم ان شاء الله. كتاكيتي يا بيضه، وبصي دي الكتاكيت الساسو بالصلاه على حبيبي المصطفى. بصي اهو، عايزه تحافظي على صحه الكتكوت بتاعك لازم في اول اسبوع تعملي اللي هقولك عليه ده من اول ما تجيبيه. بصي طبعا احنا في اول اسبوع ما بنغيرش العليقه، بنستمر الاول اول اسبوع على العلب بتاعنا، بعد كده بقى بنبتدي نغير ونحور بقى ونعمل لهم شغل وتكتيك تاني عشان نحافظ على صحة الطير. وأهم حاجة إنك لازم تدي سوائل كتير جدا. الجو لا يحتمل وهم بيبقوا في حالة نهجان على طول ساعة الظهرية، فاديهم سوائل. بنكرر والله غصب عننا، بس عشان خاطر إن الجو أصلا هو اللي بيخليكي تفضلي ان انت تتابعي على طول كده، انك انت تقولي على طول يا جماعة يا جماعة حطوا حطوا على طول فيتامينات، وحطوا على طول حاجات عشان الاحتباس الحراري، وعلشان نبعد عنهم ان شاء الله الامراض باذن الله رب العالمين. عايزه اقول لك من ضمن الحاجات اللي تمنع الاحتباس الحراري قرص واحد من الريفو ده على ريحته ميه ممتاز للكتاكيت في العمر ده. اعملوه لهم مره، بس المره كل يومين علشان الاحتباس الحراري. انا مش عارفه اصور هم قريبين كده ليه. ايوه بيحضر. القرص الريفو ده حلو قوي. من ضمن الحاجات كمان اللي بيعالجها ان هو بيمنع البرد والاحتباس الحراري. لا وفي صفه حلوه قوي في الريفو، ان هو بيزود الوزن. يعني احنا بنفكر ان هو علاج بس، لكن هو كمان من ضمن الحاجات اللي بتزود الوزن. عايزاكي في اول اسبوع احنا ما بنديهمش حاجات مرهقه يعني ترهق معدتهم قوي، بس احنا بنديهم حاجات اساسيه ان احنا بيها نحافظ عليهم. بصي بقى، عايزه اقول لك بالصلاه حبيبي المصطفى، طبعا زي ما اتفقنا العليقه بتاعه العفش انا هنا ضربه بصل وثوم وفلفل وكمون مع بعض. تقولي لي في اخت قالت لي الوصفه دي تقيله، وانا سبب اني كررت الوصفه دي. لا مش تقيله خالص خالص. بصي بقى انا بصفيها، ما هي الميه كمان انا مش هرميها، استنى. بصي دي تفتح نفسهم على صفيها وحطي على العليقه كده. هتقولي لي لا ما بيبوش، هم هيلحقوا ياكلوا بسرعه. عايزه اقول لك الوصفه دي من اول يوم بالصلاه على الحبيب المصطفى مستحيل يسيبهم اي حاجه باذن الله. احنا بنعمل بس بنجتهد، بنعمل اللي علينا والباقي كله على الله سبحانه وتعالى. بصي بقى حاطه فلفل. الفلفل من الحاجات المحفزه جدا اللي رافعه المناعه، المغذيه جدا للطيور. الفلفل الاخضر تبني لك عنقود البيض على فكره من اول يوم. حاطه بصل وحاطه توم وحاطه كمون، بس ما حطيتش حاجه تانية. وهي كده وصفه تقيله. اخت قالت لي ان الوصفه دي تقيله، قلت لها لا الوصفه دي مش تقيله، وانا حبيت اكررها تاني علشان اوريها لكم ان الطير اهو باذن الله. حتى حطيتها في بدايه الفيديو علشان يعني تشوفوهم وهم بياكلوا. بصي الكتكوت عامل ازاي. الكتكوت طول ما هو قدامك بصي بصحه، بصي مكان الاخراج بتاعه نضيف زي الفل، اعرفي ان الكتكوت كده باذن الله زي الفل. بصي بقى اهو بياكلوا قدامك اهو. بصي بصل على توم على كمون، اللهم صل عليك يا نبي، على فلفل. بس نسيت احط ليمون، بس لو انت عايزه تحطي ليمون حطي. انت كده تبقى اديتي اقوى مضادات حيويه وحاجه رافعه للمناعه وحاجه مغذيه جدا. الوصفه دي لو انت عملتيها من اول يوم انسي ان طولك باذن الله يسيبها اي حاجه. اعمليها من اول يوم، كل يوم كل يوم كل يوم، وشوفي النتيجه شكلها ايه. اولا هترفع من مناعه الطير، مغذيه جدا، هتمنع عنهم الامراض، الاحتباس الحراري، البرد، حاجه بقى منشطه، حاجه تشجع على الاكل. تلاقي الطير حتى وهو بياكل
في ريحة حلوة، يعني مدياله ريحة حلوة، حتى النكهة نفسها تفتح النفس. يعني الكمون كمان من الحاجات اللي رافعة جدا المناعة. ليه أنا بحب أحط كمون؟ لأن الكمون يا جماعة بيحافظ على أحشاء الطير، أنا عايزة أحافظ على أحشاء الطير. ليه بقى؟ لأن الطير لو أي حاجة فيه في كبدته أو كليته أو في أي حاجة أصابها أي حاجة، اعرفي إن هو ما بيكملش معاك. فعشان كده بقول لك الوصفة دي، بصي بياكلوها ازاي اهي. أنا طولت ليه فيها؟ عشان أوريها لك إن هما الحمد لله بياكلوها قدامك زي ما أنا عملتها. طب الباقي ده يا بنتي يا بطة هتعملي فيه إيه؟ ده هكمل تصفيته وأحط المية، هزود عليها شوية مية وأشربها. بس كده. يبقى انت كده بقى حصنتيهم. والوقاية دي يعني احنا بنعمل اللي علينا والباقي من عند الله سبحانه وتعالى. لما تكوني مبيتة تشورك بقى على وصفة زي دي، انسي بقى. يعني دي ما فيهاش كلام بعد كده. طبعا انا حاطه الاكل دلوقتي بالليل، هحطه لحد الصبح كده، هيجي الكميه دي هتقضيهم لحد الساعه 11 الظهر كده، يعني قرب الظهر. بعد كده نوقف الاكل ونحط بعد كده من الساعه 6 وهكذا. وفي النص دوت الفتره اللي في النص نحط بقى السوائل. وبالصلاة حبيب النبي، ربنا يا رب يرزقكم الخير. الوصفة دي وصفة هايلة جدا، اعمليها من أول يوم ما تخافيش. اهم حاجه تحطي بصلات وتبشريها على العليقه. وبقول لك ليه من اول يوم؟ لان الطير لما بيتعود ياكل بصل من اول يوم على العليقه بيفضل على طول كل يوم تحطي له، خلاص اتعود عليه. هي بصلايه ومش هتكلفك اي حاجه. سيبكم انا بقى دلوقتي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.